السلام عليكم عاملين إيه؟ وكل سنة وأنتم طيبين، ونعمل بقى أكلة جديدة موفّرة جدًا، جدًا، وسهلة جدًا، جدًا لرمضان. هي يا دوب معايا 200 جرام بس من اللحمة المفرومة، حبّة صغيّرين خالص. هاكون شوّحت بصلاية علشان البصلة تاخد من طعم اللحمة، واللحمة تاخد من طعم البصلة زي ما قُلت قبل كده. وهانزل عليها باللحمة يتشوّحوا مع بعض، ونشوف بقى هنحشي إيه. هنحشي النهارده بطاطس بيبي، البطاطس الصغنونة أوي، في ناس بتسميها بطاطس درّانات، اللي هي حاجة لسه طالعة، حاجة لسه صغننة، وهي في أو الاسم العام بتاعها بطاطس بيبي. تمام. هاجيبها واغسلها كويس واقشّرها، وفي ناس بتسلقها نُص سلقة وبعدين بتقوّرها، لأ، ده مش صح. إحنا هنجيبها نقوّرها ونسيبها إيه، يعني تبقى زي ما هي، ما نعملش فيها أي حاجة خالص. نقوّرها ونحشي بقى بيها اللحمة المفرومة بتاعتي. هنا هاجيب الصلصة أهي بتاعتها، حطيت حتّة تومة وحطيت عليها بيوريه، صلصة بيوريه، وهانزل عليها بعصير الطماطم بتاعي يتسبّكوا تسبيكة مش كاملة علشان يكمّل سِوَى البطاطس. تمام. هنا أهي البطاطس بتاعتي اللي باقول لكم عليها، بُصّوا حجمها قد إيه. يا دوب هاحشيها شوية لحمة مفرومة، وكده يبقى أنا وفّرت أهو لحوم وفراخ وحاجات كتير أوي، وجبة مغذية وزي الفل، هترمي معاكِ كمية كبيرة. يعني كل اللي استخدمناه في الوجبة دي مع كيلو البطاطس، ده كيلو بطاطس، استخدمنا معاها 200 جرام بس من اللحمة المفرومة، وهيتبقى كمان منهم حبّة هاحطهم تحت البطاطس وهي بتستوي في الصينية من تحت. طبعًا اللي إحنا قوّرناه من البطاطس دوّة مش هيترمي، إحنا هنحطه فنفرش بيه الصينية من تحت، بيبقى طعمه حلو جدًا، جدًا. هنفرشه ونحط عليه صلصة ونحط عليه شوية اللحمة اللي اتبقوا، وكده هتبقى حاجة عظمة، طعمها تحفة، 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 بجد جرّبوها هتعجبكم جدًا. وأهي أدي يا ستي أكلات موفّرة عشان ما تقولوش إن أنا مش حاسة بيكم، أنا حاسة بيكم أهو، وباعمل لكم أكلات حلوة جدًا. صينية هتبقى كبيرة مع شوية رز بشعرية مع حبة مخلل أو حبة سلطة مع عصير رمضاني، وتبقى حاجة عظمة زي الفل. دي كده خلصت الإيه، البطاطس بتاعتي. هاجيب بقى طاسة بشوية زبدة وهابدأ إن أنا أشوّحها فيها. ده الأول شكل الصلصة، بُصّوا أنا عايزاها كده مش عايزاها متسبكة بنسبة 100%، يا دوب تغلي غلوتين 3 كده وأطفي عليها واسيبها بقى إيه، تكمّل تسبيكتها مع البطاطس. جِبت هنا معلقة زبدة صفرا وهابدأ إن أنا أشوّح فيها البطاطس. في ناس بتشوّح البطاطس قبل ما تحشيها، بس لأ، أنا ما باحبهاش كده لإنها بتستطرى وما باعرفش أمسكها وما بتبقاش حلوة، ممكن تتقطع منِّك أو تتهري. إحنا بعد ما نحشيها هنشوّح البطاطس بتاعتنا فيها تاخد لون. باستنى بس كده لمّا يسيح معايا الزبدة وأبدأ أنزّل البطاطس بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس دي يا جماعة كان سعر الكيلو 6 جنيه عندي أنا هنا في العبور، ما أعرفش ممكن تكون في مكان تاني أرخص. فيعني 6 جنيه بطاطس على مثلًا 200 جرام لحمة، هنقول ب50 جنيه مثلًا. يعني مش عايزة أدّيكم سعر أقل عشان ما تقولوش أنتم قُلتوا سعر أقل، يعني الوجبة دي كلّها مش هتتكلّف 100 جنيه عمومًا، يعني بسلطاتها، برُزّها، بكل حاجة مش هتتكلّف معاكِ 100 جنيه. طبعًا ال100 جنيه دلوقتي ما بقوش يجيبوا فرخة، فدي هتبقى بالنسبة لنا إيه، أحسن. تمام. بسم الله بصوا لونها عامل إزاي، حاجة كده خطيرة ما شاء الله، الله أكبر. هنشوّح بقى الكمية معايا كلّها، بسم الله، لغاية لمّا تاخد اللون الدهبي من كل الجوانب. ده شكل البطاطس أهي بعد ما اتشوّحت، بصوا لونها عامل إزاي. أنا طبعًا مش عايزاها تتحمّر تحميرة كاملة، أنا عايزاها بس يا دوب تاخد لون دهبي بس. تمام. بسم الله. طبعًا أنتم بقى حابين تحمّروها في زيت، حابين تحمّروها في زبدة، في سمنة، اللي أنتم عايزينه كلّه اعملوه. طالما الوصفة إحنا عارفين طريقتها خلاص نستخدم الموجود والمتوافر عندنا. دوّة اللي أنا قوّرته، البطاطس اللي أنا كنت مقوّراها، أحطها بقى أفرشها كده في الصينية من تحت، وحطيت عليها صلصة كده زي ما إحنا شايفين، وحطيت عليها كمان بواقي اللحمة المفرومة اللي كانت عندي اللي متبقية من البطاطس. تمام. ده شكل البطاطس كلّها بعد ما خلّصتها، بصوا شكلها عامل إزاي، تحفة وطعمها تحفة. اتبقى حبّة سمنة
أو الزبدة بتاعة تشويح البطاطس، أنا هاحطها برضه فوق البطاطس بعد ما أرصها عشان تدّي طعم حلو معايا، أرصها كده في صينية، في ناس بتعملها في حلة، بس في صينية في الفرن بتبقى طعمها أطعم كتير. بسم الله. معلش هو جو البرد من حَر لسقعة ده مخلّي الواحد صوته متغيّر شوية، معلش والزلازل كمان الخضّة بتاعة الزلزال ربنا ينجّينا منها، أنا اتخضّيتها مرّتين والحمد لله يعني ربنا ستر وادعوا لنا بالستر دايمًا يا رب. أنا بقى بارصّها كده في صينية، هانزل بقى عليها بالزبدة اللي أنا كنت مشوّحاها فيها، هاحطها فوقيها كده وهانزّل الصلصة بتاعتي. أصل دي زبدة صفرا بلدي حرام نرميها، وفي نفس الوقت هتدّي ريحة وطعم حلو للبطاطس بتاعتي. أنزل بقى بالصلصة، بُصّوا حتى لمّا آجي أحط الصلصة هتلاقوها خفيفة، مش متسبّكة تسبيك كامل، لإن أنا لو سبّكتها وحطيتها على البطاطس هتنشف، والبطاطس مش هتستوي، لكن لازم يكون فيها نسبة مَيّة علشان تسوّي معايا البطاطس. بسم الله. بدأت تحضيرات رمضان يا بنات، حد بدأ بقى يعمل الزينة وتنظيفات رمضان والحاجات الحلوة دي، يا ريت لو حد بدأ بقى يبعت لي الصور كده على صفحتي على الفيسبوك هتلاقوا اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف، ابعتوا لي كده أفكار وقولوا لي عملتوا إيه وإيه الزينة اللي اتعملت وخلّونا كده نشارك بعض، واللي هيبعت لي صور حلوة هانزّلها عندي على الصفحة ونشجعه كلنا على المواهب اللي هو عملها في رمضان وعلى الزينة اللي عملها في رمضان، إيه رأيكم في الفكرة الحلوة دي؟ ابعتوا لي رسايل بالزينة بتاعة رمضان وخلّينا نشوف بقى إيه مين أحسن واحد عمل زينة رمضان السنة دي. يالّا ربنا يفرّحنا كلّنا ويخُش علينا كلّنا بالخير والسعادة ويبعد عننا أي غَم وأي حزن يا رب. دوّة بقى كان شكل البطاطس بعد ما سقيتها كلّها بالصلصة، بس ما شاء الله شكلها تحفة، يعني حقيقي، حقيقي حلو أوي. ندخّلها بقى تحت الشواية في الفرن كده تستوي وتاخد لون، بُصّوا ما شاء الله. تحفة، مع شوية رز أبيض أو شوية رز بشعرية تبقى أحلى وأجمل وأطعم وجبة فطار، ومش مكلفة خالص وبسيطة جدًا وعمايلها بسيطة جدًا، ومكوناتها كلها متوفرة في السوق، يا رب تكون عجبتكم، ومستنية رأيكم وتعليقاتكم ولايكاتكم واشتراكاتكم، ونورتوني في قناتي مطبخ